السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة هنحل معاكم تقييم الأسبوع الثاني. طبعا التقييم بتاعنا على الدرس الثاني الخريطة في حياتنا. طبعا احنا عارفين ان كل تقييم بيكون على كل درس عندك في المنهج. طبعا التقييم زي ما احنا متعودين بيبقى 3 حاجات. أول حاجة الأداء الصفي والواجب المنزلي، وعندك كمان التقييم نفسه بقى اللي هو التقييم الأسبوعي بيبقى عبارة عن 3 نماذج. نموذج ألف وب وج. احنا طبعا بنحل معاكم ال3 حاجات دي، الأداء الصفي والواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي. نبدأ كده مع بعض بالأداء الصفي. أول حاجة جيب لك الفقرة الأولى عناصر الخريطة. بيقول لك لاحظ واستنتج. يشير رقم 1 على الخريطة إلى أحد عناصر الخريطة. هو إيه؟ بص على الخريطة اللي قدامك وشوف رقم 1 ده عنصر إيه من عناصر الخريطة؟ طبعا ده عنصر وردة البوصلة. طب رقم 2، بما تفسر أهمية العنصر رقم 2 على الخريطة. شوفوا العنصر رقم 2، رقم 2 ده عنصر ايه؟ طبعا ده عنصر مقياس الخريطة. طب ايه أهمية العنصر ده؟ طبعا العنصر ده بيوضح لنا النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الواقع. طب رقم 3، تعاون مع زميلك واكتب عنوانا للخريطة المقابلة. بص على الخريطة اللي قدامك دي برضه، ديت انا ممكن اعمل لها عنوان ايه؟ هنكتب مثلا خريطة جمهورية مصر العربية. طب دي اول سؤال عندنا. طب رقم ب بيقول لك فكر واجب. إذا علمت أن المسافة بين القاهرة وأسيوط 4 سنتيمتر على الخريطة، يبقى 4 سنتي ده على الخريطة، فكم تكون المسافة بينهما في الواقع إذا كان مقياس رسم الخريطة 1 إلى 100 كيلومتر؟ هو عايز هنا المسافة في الواقع. المسافة في الواقع هضرب، يعني ازاي؟ هنجيب نشوف المسافة على الخريطة كانت كام. المسافة على الخريطة 4 سنتيمتر، واحنا قايلين ان مقياس رسم الخريطة ان كل 1 سنتيمتر على الخريطة بتساوي 100 كيلومتر في الطبيعة. يبقى احنا هنضرب ال4 سنتيمتر اللي قدامك ده في كام؟ في 100 اللي هي 100 كيلومتر، يبقى الإجابة هتطلع لنا 400 كيلومتر. يبقى المسافة في الواقع ما بين القاهرة وأسيوط 400 كيلومتر. طب دي عندنا كده حلنا معاكم الأداء الصفي. اللي بعد كده اللي هو الأداء المنزلي اللي هو الواجب. أول سؤال عندك بيقول لك اكتب مدلول كل لون من الألوان التالية على الخريطة. طب أول حاجة اللون البني. اللون البني دي معناه إيه على الخريطة؟ اللون البني دي عبارة عن الأراضي المرتفعة، والأراضي المرتفعة دي ممكن تكون جبال أو ممكن تكون هضاب. وعندك طبعا جبال وهضاب كتيرة جدا موجودة في مصر، زي الجبال اللي هي عندنا زي جبال البحر الأحمر وجبل سانت كاترين وجبل العوينات. وعندك هضاب كتير برضو، هضبة اللي هي التيا وهضبة الجولف الكبير. دي عندنا دي لو قال لك أمثلة مثلا للجبال والهضاب اللي موجودة عندنا في مصر. طب بعد كده هو جايب لك اللون الأخضر. اللون الأخضر معناه إيه على الخريطة؟ اللون الأخضر دي معناه الأراضي الأقل ارتفاعا، والأراضي الأقل ارتفاعا دي معناها السهول اللي هي بتتلون باللون الأخضر، زي سهول اللي هي الفيضية اللي هي موجودة عند نهر النيل. دي بقول عليها دي أراضي أقل ارتفاعا اللي هي بتتلون اللي هي باللون الأخضر. طب رقم 3 اللي هو الأزرق. الأزرق دي معناه المسطحات المائية، والمسطحات المائية دي ممكن تكون عندك بحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، عندك مثلا بحيرات زي بحيرة ناصر. دي بقول عليها كلها مسطحات مائية، بأي لون أزرق عندنا بسميه مسطحات مائية. طب السؤال اللي بعده بيقول لك بما تفسر أهمية وردة البوصلة على الخريطة. إيه أهمية وردة البوصلة على الخريطة؟ طبعا احنا عارفين وردة البوصلة دي عنصر من عناصر الخريطة. أهميتها إيه؟ أهميتها اللي هي تحديد المواقع والاتجاهات على الخريطة. يبقى وردة البوصلة تحديد المواقع والاتجاهات على الخريطة. بكده احنا حلينا أول ورقة عندنا. طب تعالوا كده بقى الورقة التانية. يقول لك الفقرة التانية أهمية الخريطة. لاحظ واكتب. لاحظ الصور التالية واكتب استخدام كل شخص للخريطة أسفل الصورة. طبعا عندك هنا كل شخص للخريطة أسفل الصورة. أول حاجة الصورة الأولانية دي السائح. طب لو قلنا السائح إيه أهمية الخريطة بالنسبة للسائح؟ هنقول إنها بتساعده في تحديد المواقع السياحية والأثرية. طب الصورة التانية دي عندنا معلمة الدراسات الاجتماعية. معلمة الدراسات الاجتماعية بتستخدم الخريطة في ايه؟ بتستخدمها في الشرح. طب الصورة التالتة دي صورة الطيار، بيستخدم الخريطة في ايه؟ في تحديد مسار الرحلات.
طب يبقى احنا كده حلينا عندنا اللي هو السؤال ده. ندخل على الاداء المنزلي. الاداء المنزلي دي واجب انت هتحله، بيقول لك صمم شكل تخطيطي، اعمل شكل مخطط كده من ابتكارك يوضح اهميه الخريطه في حياتنا. هتعمل مثلا شكل كده مخطط، اي شكل عندك، وتكتب في النص كده اهميه الخريطه في حياتنا، وتعمل كده طالع منها مثلا حاجه، كل يعني مثلا كل عنصر كده عناصر كتير، مثلا اهميه الخريطه بيستخدمها كل من، تكتب مثلا السائح، الطيار، معلمة الدراسات الاجتماعية، المزارع، الجندي، المهندس، كل ده يبقى شكل زي مثلا زي الشكل اللي قدامك ده. طب يبقى دي شكل مخطط لأهمية الخريطة في حياتنا. طب تعالوا بقى معايا للتقييم الأسبوع نفسه. طبعا التقييم الأسبوع ده هو اللي انت بتمتحن فيه. عندك 3 نماذج، اللي هو نموذج ألف ونموذج ب ونموذج ج. نبدأ كده مع بعض بحل نموذج ألف. بيقول لك أكمل العبارتين الآتيتين. أول حاجة، أحد عناصر الخريطة يمكننا استخدامه لحساب المسافة بين مدينتين على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. هو إيه؟ إيه العنصر اللي بيستخدم في حساب المسافة؟ أول ما يجي يقول لك حساب المسافة يبقى مقياس الرسم، جاي من كلمة قياس، إن هو بيقيس لي المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة. طب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت المسافة بين الإسكندرية وأسيوط على الخريطة 6 سنتيمتر، ومقياس رسم الخريطة 1 سنتيمتر ل100 كيلومتر، فإن المسافة بينهما على الطبيعة. السؤال ده قلناه أكتر من مرة، بنضرب المسافة على الخريطة على المسافة اللي هو جايبها لك، في المسافة اللي هو جايبها لك اللي هي عندك، بيقول لك المسافة على الخريطة كام الأول؟ 6 سنتيمتر. طب هو بيقول لك كل 1 سنتيمتر على الخريطة بتساوي قد إيه في الطبيعة؟ بتساوي 100 كيلومتر في الطبيعة. يبقى أنا هضرب ال6 سنتيمتر في ال100 كيلومتر، فالنتيجة هتكون عندك 600 كيلومتر. يبقى المسافة ما بين الإسكندرية وأسيوط على الطبيعة بتساوي 600 كيلومتر. طب السؤال اللي بعده بيقول لك بما تفسر أهمية الخريطة للمهندس. أهمية الخريطة للمهندس إنها بتساعده في تخطيط المباني والطرق. طب السؤال اللي بعده، ما أهمية وردة البوصلة على الخريطة؟ طبعا وردة البوصلة على الخريطة بتساعدنا في تحديد المواقع والاتجاهات على الخريطة. آخر سؤال عندك في النموذج ألف بيقول لك اشرح مدلول اللون البني على الخريطة مع تقديم مثال. طبعا احنا كنا لسه قايلين دلوقتي ان اللون البني دي معناه ايه؟ معناه دي أراضي مرتفعة، والأراضي المرتفعة دي زي ايه؟ زي الجبال والهضاب. طب هو عايز مثلا اديلي كده أمثلة للجبال اللي موجودة عندنا في مصر. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده في الأول التقييم لما بحله معاكم كنت بقول لكم أمثلة للجبال. ايه الجبال دي؟ عندك جبال موجودة في مصر زي جبل سانت كاترين، ده موجود في شبه عندنا اللي هي شبه جزيرة سيناء. وعندك جبال برضو في مصر زي جبال البحر الأحمر، وعندك برضو زي جبل العوينات. طب والهضاب زي هضبة التيا وهضبة الجلف الكبير. دي أمثلة، يعني لو انت عايز تدي كده مثال للجبال والهضاب اللي احنا هي بتتلون باللون البني اللي هي بتعتبر من المرتفعات. طب بعد كده تعالوا كده خلصنا حل نموذج ألف. طب نحل كده مع بعض نموذج ب. بيقول لك اكتب أكمل العبارتين الآتيتين. أحد عناصر الخريطة يمكننا استخدامه لتحديد اتجاه الشمال. إيه هو؟ بيقول لك اتجاه، ومين اللي بتعرفنا الاتجاهات؟ طبعا البوصلة، يبقى هنكتب وردة البوصلة. طب إذا كانت المسافة بين القاهرة والإسكندرية على الخريطة 4 سنتيمتر، ومقياس رسم الخريطة 1 سنتيمتر إلى 100 كيلومتر، فإن المسافة بينهما على الطبيعة. طبعا السؤال ده خلاص عرفناه، بنضرب المسافة على الخريطة على الخريطة في المسافة اللي هو جايبها لك. ولكن المسافة على الخريطة كام؟ 4 سنتيمتر، وقلنا 1 سنتيمتر على الخريطة بتساوي قد ايه في الطبيعة؟ 100 كيلو متر في الطبيعة. يبقى انا هضرب 4 سنتيمتر في 100 كيلو متر، فالنتيجة هتكون 400 كيلو متر. طب السؤال اللي بعده بيقول لك بما تفسر أهمية الخريطة للجندي. طبعا الخريطة للجندي بتساعده في تحديد المواقع الحربية. طب السؤال اللي بعده ما أهمية عنوان الخريطة؟ أهمية عنوان الخريطة إنها بتوضح موضوع الخريطة. طب آخر سؤال عندنا في نموذج ب، اشرح مدلول اللون الأخضر على الخريطة مع إعطاء مثال. اللون الأخضر على الخريطة ده معناه الأراضي الأقل ارتفاعا، والأراضي الأقل ارتفاعا دي اللي هي السهول اللي بتتلون باللون الأخضر. لو ادينا مثال زي السهول الفيضية لنهر النيل، يبقى الأراضي اللي موجودة جنب نهر النيل بقول عليها سهول فيضية، فبتتلون عندنا باللون الأخضر. طب النموذج ج، آخر نموذج عندنا في التقييم، أكمل العبارتين
الآتيتين: أحد عناصر الخريطة يمكننا استخدامه لمعرفة موضوع الخريطة. اللي بيعرفني موضوع الخريطة وعنصر من عناصر الخريطة ده اسمه عنوان الخريطة. طب السؤال اللي بعده: إذا كانت المسافة بين مرسى مطروح والأقصر على الخريطة 10 سنتيمتر، ومقياس رسم الخريطة 1 سنتيمتر 100 كيلو متر، فإن المسافة بينهما على الطبيعة كام؟ طبعا المسافة على الخريطة بتساوي 10 سنتيمتر. طب واحنا عارفين ان الواحد سنتيمتر بتساوي 100 كيلو متر في الطبيعة، يبقى انا هضرب 10 سنتيمتر في 100 كيلو متر، فالنتيجة هتكون 1000 كيلو متر. طب السؤال اللي بعده بيقول لك: بما تفسر أهمية الخريطة للمزارع. الخريطة للمزارع بتساعده في تحديد مواقع الأراضي الزراعية. طب السؤال اللي بعده بيقول لك: ما أهمية مفتاح الخريطة؟ مفتاح الخريطة ده بيشرح معنى الرموز والألوان على الخريطة، وتركز قوي في عناصر الخريطة، ولازم تعرف كل عنصر أهميته ايه دي، لأن مهمة جدا جدا في الامتحان. انت عندك 4 عناصر: عنوان الخريطة بيفيدنا في موضوع الخريطة، وردة البوصلة في تحديد المواقع والاتجاهات على الخريطة، مفتاح الخريطة ألوان ورموز على الخريطة، مقياس الرسم النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الواقع. طب السؤال اللي بعده آخر سؤال عندنا في التقييم: اشرح مدلول اللون الأزرق على الخريطة مع تقديم مثال. مدلول اللون الأزرق: اللون الأزرق ده معناه مسطحات مائية، والمسطحات المائية ممكن تكون بحار وبحيرات. البحار طبعا زي، لو ادينا بقى أمثلة، البحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والبحيرات عندنا بحيرة عذبة في مصر في جنوب مصر اسمها بحيرة ناصر. طب يبقى احنا كده حلينا معاكم ال3 نماذج. عندك التقييم الاسبوع الثاني 3 نماذج: نموذج أ وب وج. دي بالنسبة للتقييم ده. بكده احنا خلصنا حل التقييم كامل. زي ما قلت لكم انا بحل التقييم كله: اداء صفي، واجب منزلي، والتقييم الاسبوع. بكده انتظروني ان شاء الله. احنا طبعا هنحل كل التقييمات على قناتنا، بالاضافة طبعا لشرح المادة. اتمنى لكم التوفيق، وشكرا على متابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.